عاملين ايه؟ احمد انديل معاكم في الحلقه النهارده دي. هتكلم على ماتش بيراميدز ووادي دجله ومباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا. بس الاول يا ريت تدوس لايك على الفيديو، لو بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب تشترك في القناه، ولو على التيك توك او الانستجرام تعمل متابعه تقديرا للمجهود. اولا مباراه بيراميدز ووادي دجله، بدايه سلبيه وكروت حمراء. التعادل يفرض نفسه بين دجله وبيراميدز في افتتاح الدوري. التعادل فرض وادي دجلة التعادل السلبي مع بيراميدز في اللقاء الافتتاحي من الدوري المصري 2025-2026، وعاد دجلة للدوري المصري بعد غياب 4 مواسم واستطاع فرض التعادل السلبي على بطل إفريقيا. في المقابل تعادل بيراميدز في افتتاح مشواره للموسم الرابع على التوالي. قبل بداية اللقاء وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على روح محمود أبو النجا، بونجا حارس دجلة السابق اللي توفي قبل أيام على انطلاق الدوري. بدأ اللقاء هادئا وأشهر محمد أبيل بطاقة صفراء لوليد الكرتي في الدقيقة 11، وبعد 7 دقايق عاد الحكم لتقنية الفيديو وعاد لأرض الملعب مشهرا بطاقة حمراء للمغربي. بطاقة حمراء هي الثانية في مسيرة المغربي بشكل عام ومع بيراميدز. استحوذ بيراميدز على الكرة وحاول وادي دجلة على مرمى أحمد الشناوي لكن دون أي جديد، لينتهي الشوط الأول سلبيا ومكتفيا ببطاقة حمراء. في الشوط الثاني أشهر أبيل بطاقة صفراء لمحمود طلعت، وبعد 5 دقايق في الدقيقة 63 أشهر ثانية لنفس اللاعب لتتحول لحمراء ليتعادل لاعبو الفريقين في أرض الملعب. وفي الدقيقة 64 شارك مصطفى زيكو ومحمد رضا بوبو ومروان حمدي بدلا من مايلي وعبد الرحمن مجدي وإيفرتون في تغيير هجومي شامل من كرونوسلاف يوتشيتش. ورد دجلة بمشاركة الهولندي ميسكاندر بدلا من محمد عبد العاطي في الدقيقة 66، وأصبح خامس هولندي يشارك في الدوري المصري عبر تاريخه. وتألق الشناوي في التصدي لتسديدة قوية من الهولندي في الدقيقة 74، وغاب بيراميدز عن أي تهديد هجومي. وفي الدقيقة 68 عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء لصالح دجلة، لكن بعد مطالعة استمرت ل4 دقائق عاد دون احتساب قرار في صالح الغزلان. مرت الدقائق الأخيرة دون جديد ليتقاسم كل فريق نقطة من المباراة. أما المباراة الثانية بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، أولا أنا لاحظت حاجة غريبة. السوشيال ميديا للزمالك كانوا بيحتفلوا على صفحات الزمالك بالفوز صباحا قبل ما المباراة تبتدي، والحقيقة أنا كنت مستغرب. نروح لتحليل الماتش. يا معلم، ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا اللي اتلعب النهارده في أول جولة من الدوري كان ليه طعم خاص، خصوصا إنه بداية موسم جديد. تعال نحلل اللي حصل كده بالبلدي. نتيجة الماتش: الزمالك قدر يكسب 2-0 في ماتش كان صعب ومش سهل خالص، خصوصا في الأول. الجون الأول جه متأخر في الدقيقة 85 عن طريق ناصر ماهر، والتاني سجله آدم كايد في الدقيقة 90+2. تحليل الماتش ده كان شبه شوطين مختلفين تماما. الشوط الأول سيطرة سيراميكا ودفاع الزمالك. يا جدعان، سيراميكا كليوباترا بدأ الماتش بشكل مرعب جدا، كانوا منظمين جدا وهجماتهم خطيرة. أخطر لقطة في الشوط ده كانت في الدقيقة 4 لما فخري لكاي شوط كرة قوية جدا خبطت في القايم وربنا ستر. لو الكرة دي دخلت كان الماتش ممكن يمشي في سكة تانية خالص. الزمالك في الشوط الأول كان تايه شوية، خصوصا إن ده أول ماتش للمدرب البلجيكي فيريرا بالتشكيل الجديد والصفقات الجديدة. كان في بطء في بناء الهجمة ومفيش خطورة واضحة على مرمى محمد بسام. الشوط الثاني الزمالك بيقلب الماتش خالص. المدرب عمل تبديلات كويسة جدا، نزل آدم كايد وسيفي جزيري. الزمالك بدأ يستحوذ على الكورة ويزود الضغط الهجومي، بدأ اللعيبة تتحرك بشكل أحسن وتعمل فرص. التحول حصل لما ناصر ماهر سجل الجون الأول في الدقيقة 85، وده كسر عناد سيراميكا وخلاهم يفتحوا خطوطهم. بعد الجون الأول الزمالك استغل المساحات اللي ظهرت وسجل الجون الثاني في الوقت بدل الضايع عن طريق محمد شحاتة. خلاصة الماتش ده كان اختبار حقيقي للزمالك. الفوز ده مهم جدا عشان يدي ثقة للاعبين والمدرب في بداية الموسم. سيراميكا لعب ماتش كبير وكان على وشك انه يخطف نقطة، بس الزمالك قدر بخبرة اللعيبة والتبديلات الذكية يحسم الماتش لصالحه في آخر الدقايق. الفوز ده بيقول ان الزمالك عنده عمق في التشكيل، وكمان ان الصفقات الجديدة بدأت تظهر قيمتها في الأوقات الصعبة. وبكده وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو شفتوا الفيديو ده على اليوتيوب يا ريت تشتركوا على القناة، ولو الانستجرام او التيك توك تعملوا متابعة ولايك. احمد انديل كان معاكم، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم.